وقفة مع الذات. بلال تفضل. أهلينك بلال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بيك. تحية كثيرة لك وتحية كثيرة لبرنامج تحت الحصار. أهلا بيك يا أخي. وأنا شاب فلسطيني عمري 25 سنة. نعم. من مواليد لبنان وعايش في الدنمارك. أهلا وسهلا. عندي رسالة بس للعالم كله. نعم. لكل الناس اللي بهالأيام تعرف أنت صار في شغلة مموت الإرهاب. بحب أقول للعالم كله بس إنه لما الأم تلم عظام ابنها من تحت الدبابة، ولما عيلة بليلة تنام تصحى تلاقي البيت ترابي، أنا إرهابي. ولما العدل يصير أوهام وأمريكا تمشي شرع الغابة، أنا إرهابي. ولما رضعوا أيتام صاروا لقمة بتم ديابي، أنا إرهابي. ولما السلم صار أحلام وحكم العالم بإيد عصابة، أنا إرهابي. ولما العدل صار أوهام وأمريكا مشت شرع الغابة، أنا إرهابي. ولما الطفل صار ينلام لأنه عم بيحمي بوابي، أنا إرهابي. ولما صدرت أحكام الأمم المتحدة الكذابة حكموا على المقتول إعدام ولاموا القاتل غيابي، أنا إرهابي. ولما الأم صرخت يا إسلام يلي كتابكم هو كتابي، كيف رضيتوا بشهر الصيام أفطروا دم ابني عتيابي، أنا إرهابي. ولما صرخنا 50 عام عشنا ومتنا بقلب خيام ما أخذنا منهم إيجابي، بس لما بيوم من الأيام وقع برجين للعمسام كل العالم صار إرهابي، وأنا إرهابي أنا إرهابي أنا إرهابي. بلال أنت عمرك 25 عام؟ 25 عام. وأنت اللي كتبت هذه القصيدة؟ أنا اللي كتبتها. ولكن في القصيدة يعني تعبير عن تطورات سياسية أخيرة، يعني هل أنت متابع يعني جيد للتطورات السياسية الأخيرة؟ صدقني يا أستاذ جمال بدي أقول شغلة صغيرة بس، إنه الظلم اللي عم بتعرضه لشعبنا هالأيام بيعلم الطفل الصغير. إجمالا السياسة بطلت بس للكبار، اللي عم بيصير لشعبنا هالأيام بيعلم الطفل الصغير بيعلم العالم كله.